ما كنتش اعرف ان لما نطلع نعمل فيديو وندافع عن نفسنا وندافع عن سمعتنا وشرفنا ونرد على اي حد يسيء للستات المصريين والمصريين بالاخص، او مصر بالاخص، بتزعل اداره التيك توك، وطبعا بتزعل الخدامين اللي شايفين مصر حرقاهم قوي. خدامين الدكتوره، خدامين الدكتوره ما عجبهمش الفيديو اللي انا نزلته، كان داخل على 40,000 مشاهده في كام ساعه، والناس كتير ايدت كلامي ان احنا مبسوطين فيها من لما وكيل النيابه قال لها تعمل التحاليل، فطبيعي خدامينها زعلوا واتقمصوا، الفيديو اتعمل عليه بلاغات واتحذف. وطبيعي اداره التيك توك اصلا داعمه لكل ما هو خاين وما هو بيغلط في مصر، كل اللي ارهابي بقى، خاين، اي حد يغلط في مصر، فطبيعي بيزعلوا قوي لما بندافع عن بلدنا او بندافع عن نفسنا. فاداره التيك توك في لحظه تلاقيه حذفت الفيديو. انما الباقيين يشتموا في مصر، خدوا في شرفنا، غلطوا في الستات، غلطوا في الرجاله المصريين، غلطوا في اي الجيش المصري، غلطوا في اي حد. الفيديوهات بتوصل لمليون مشاهده وبيسووها عادي. الفيديوهات لما بتوصل لكام مشاهده بيسيبوها، انما احنا لما بندافع عن نفسنا بيزعلوا ويحذفوا الفيديو. وانا برضو هرجع اقول نفس اللي قلته قبل كده، منصه التيك توك ما هي الا منصه ارهابيه داعمه للارهاب، وداعمه لكل ما هو خاين، وداعمه لكل خراب بلده او عديم السمعه، معدوم السمعه، معدوم السمعه النظيفه. فانا برضو من موقعي هذا هقولها تاني وتالت ورابع، موقع التيك توك هو داعم لكل خاين، داعم لكل ما هو سمعته مش نظيفة. وبرضه هقولها تاني وقلتها قبل كده 100 مرة، ملعون ابو التيك توك لابو صفحاته، حتى لو هيقفلوا لي صفحتي ولا تلزمني ولا تخصني عادي خالص. بس المهم تكون رسالتي وصلت ليهم، واتمنى ان تكون رسالتي وصلت لهم، واتمنى رسالتي تكون وصلت للي بقرون اللي زعلوا قوي من فرحتنا في اللي حصل في الدكتوره وسام اللي خاضت في شرفنا. ملعون ابوكم جميعا. السلام عليكم.